تخيل معايا كده ان في بنت بتطلع لايف وبتقول جملة واحدة تقلب بيها الدنيا: انا بنت حسني مبارك من إيمان الطوخي. الجملة دي لوحدها كانت كفيلة إنها تخلي ملايين مش مصدقين إيه اللي بيحصل. بس القصة ما وقفتش هنا، القصة كانت أكبر بكتير. مروة البنت اللي قالت إنها بنت رئيس سابق ما اكتفتش إنها تقول إنها بنت حد مشهور وخلاص، دي حطت أسامي فنانين ومشاهير ونجوم وبلوجرز، وحكت عن شبكة تجارة أعضاء بتشتغل في السر، عصابة دولية، شبكة. اللي حصل بعد كده أغرب من اللي بدأت بيه القصة. الناس اتقسمت لنصين، ناس كانوا مصدقينها وناس كانوا بيقولوا دي أكيد مجنونة أو عايزة تركب الترند. بس اللي محدش توقعوا إن القصة دي هتتقلب فجأة، وكل اللي جابت اسمه أو سيرته هيتورط بالسؤال: مين الصادق ومين الكذاب؟ في الحلقة دي هحكي لك الحكاية من الأول للآخر، وهنشوف إزاي جملة واحدة عملت أكبر فضيحة على السوشيال ميديا، وإزاي كل يوم كان فيه طرف جديد بيتحط في اللعبة. خليك معايا عشان تعرف أصل الحكاية. لو هنسأل ليه في ملايين فتحوا لايف مروة وركزوا في كل كلمة هي قالتها وصدقوها، يبقى لازم نرجع لأول جملة هي قالتها: أنا مش بنت ناس عاديين، أنا بنت حسني مبارك. هنا الجمهور وقف، لأن الإشاعة دي موجودة من سنين. زمان أيام ما كان حسني مبارك رئيس مصر طلع إشاعات كتير حواليه هو وفنانة اسمها إيمان الطوخي، كانت مشهورة جدا في الثمانينات والتسعينات، كانت هادية وصوتها مش عالي وما بتدخلش خناقات صحفية. وبعدين فجأة إيمان الطوخي اختفت، ناس قالت دي اتجوزته في السر، وناس قالت لا دي مجرد إشاعة. وفي الوقت ده ما كانتش إشاعة الرئيس السابق هي لوحدها اللي بتحوم حوالين إيمان الطوخي، كان في إشاعة تانية بتقول إن هي اتجوزت أحمد زكي وخلفت منه ولد. فالحقيقة إيمان الطوخي بيئة خصبة جدا لأي إشاعات ممكن تتقال في الوقت ده وتتصدق، بس في النهاية محدش قدر يثبت حاجة. الناس بقى بتحب النوع ده من القصص، قصة مش واضحة، فيها اسم كبير وفيها نجمة جميلة، فيها سر، والسر دايما بيفضل شاغل الناس. مرت سنين طويلة، إيمان الطوخي بقت معتزلة، وحسني مبارك مات، ومروة طلعت قالت أنا بنتهم وأنا الدليل، وسوزان مبارك هي اللي حطتني على جنب عشان المسيرة تكمل. مروة ما اكتفتش إنها تقول إنها بنت الرئيس بس، لا دي كمان طلعت قالت إن سوزان مبارك كانت هي السبب إن إيمان الطوخي أمها تختفي عن الإعلام والفن عشان تعاقبها على اللي حصل ومحدش يعرف السر، وقالت إنها اتربت بعيد عن الصورة، محدش يعرفها ولا ليها أوراق رسمية زي بقية العيلة، وبدأت تلمح إن عندها أوراق ودلائل تثبت اللي هي بتقوله، بس ولا صورة ولا ورقة أثبتت اللي هي بتقوله. بس الناس ما كانتش مستنية إثبات في النوع ده بالذات من الحواديت. هتيجوا عندي ستوب خط أحمر. فضلوا يجيبوا صور لحسني مبارك مع إيمان الطوخي ويقولوا إن مروة نسخة منهم، سبحان الله، تحليل DNA من غير تحليل. الانترنت طول عمره بيحب الحواديت اللي نصها حقيقي ونصها مفيش عليه دليل، والحدوته لما بتتربط بشخصيه قديمه الناس اصلا عندها فضول حواليها الحدوته بتكمل لوحدها. وهنا كانت الشراره، ومروه خدت الجمهور من باب النسب ودخلت بيهم باب اخطر بكتير: تجارة الأعضاء. شبكة قالت إنها بتشتري أعضاء البني آدمين وتبيعهم عشان الناس اللي بتبيع أعضائها دي تعيش في مستوى معيشي أفضل وفي رفاهية. إزاي ومن فين جابت الأسامي دي؟ ده اللي هنشوفه بعد كده. الحقيقة إن كلمة تجارة الأعضاء بتخض أي حد يسمعها، مش لأنها كلمة جديدة، لأ، لأنها كلمة موجودة من زمان حوالينا وحقيقية. ملايين من الناس حوالين العالم بيعيشوا ويبيعوا قطعة من جسمهم عشان يعرفوا يكملوا حياتهم. قصص في مصر، في دول عربية، في دول أوروبية، في كل حتة في العالم. مشهد ناس بتموت عشان كلية، حد بيسافر فجأة وما يرجع، ورقة بيتزور، وناس بتدفن، كلها حاجات الناس عارفاها وشافتها في قصص وأفلام كتير وعارفين إنها موجودة. الفرق هنا إن مروة ما اكتفتش إنها تتكلم عن فكرة معروفة، لا هي نقلت القصة دي لأسماء عايشة وموجودة حوالينا، فنانين، ناس بنشوفهم في مسلسلات، ناس بنتفرج على لايفاتهم، وقالت إن الشهرة مش دايما بريئة، في ترند وفي شغل تاني تحت الترابيزة. مروة وصفت الشبكة دي إنها شركة مقفولة، ناس عادية بيقنعوهم إنهم يبيعوا أعضائهم، وناس تانية مشهورة بتغطي عليهم، تحويلات مالية وسفر وعمليات تحت الترابيزة، وناس كنا عارفينهم ومتابعينهم فجأة يختفوا. ده كان كلام مروة، والناس ساعتها كان قدامهم كلمة من اتنين: نصدق ولا نكذب. وبدل ما القصة تبقى فكرة في لايف اتحولت لقائمة أسماء: وفاء عامر، هبة مرتشيكا لاعب الكورة، ليلى الشبح، دينا مراجيح، أم سجدة، أم مكة. كل اسم مروة رمته عمل زلزال جديد، وكل زلزال كان له تفاصيل، واللي جاي أغرب من البداية.
اول ما مروه قالت اسم وفاء عامر الدنيا قامت وما قعدتش، مش بس عشان وفاء اسم مشهور، لكن عشان حواليه حكايات قديمه قوي من زمان. من سنين طويله كان في حكايات كتير حوالين وفاء عامر، غير يعني ان ايتن عامر بنتها مش اختها، دي مش قصتنا. بس في اشاعات تانية بتقول انها مش بس ممثله، لا حواليها شبكه تانية، شبكه بتلعب تحت الترابيزه بالنجوم وفلوس وبيوت مشبوهه. والغريب بقى ان بعد ما مروه فتحت الحكايه رجع فيديو قديم جدا لحنان ترك. حنان كانت بتتكلم فيه وبتعيط وبتقول ان وفاء عامر بعتتها لشقه واحده صاحبتها، وكانت بتقول ان صاحبتها دي بتجيب هدوم مستورده، يعني لزوم شغل الفن والكلام ده. حنان صدقتها وراحت للست، وبعد ما الست استقبلتهم وقدمت لهم حاجه يشربوها، هوب الباب خبط. طلعت الشقه مش شقه هدوم، وطلعت شقه مشبوهه، وتلم كل الناس اللي في الشقه بما فيهم حنان. القصة دي اختفت زمان ومحدش قدر يأكدها أو ينفيها، بس ليه فجأة ظهرت دلوقتي؟ أكيد حد عايز يرجعها، بس ليه في التوقيت ده بالذات؟ هل حد عايز يثبت كلام مروة، ولا حد عايز يفتح قصة قديمة الناس نسيتها ويولع الدنيا؟ محدش عنده إجابة، بس الحقيقة وفاء ما سكتتش. وهنا مروة قالت إن الحكاية ما وقفتش عند شقة مشبوهة قديمة، قالت ان وفاء ليها دور في شبكه تانية اكبر بكتير، شبكه تجاره اعضاء. قالت ان في لاعب كوره اسمه شيكا مات من كام شهر، بس الحقيقه انه ما ماتش من السرطان زي ما الناس ما فاكره، لا مروه قالت ان اللي قتله مضاعفات العمليه، عمليه خدت منه كليه وفص كبد عشان الفلوس، عشان يعيشوا برفاهيه، واللي اقنعه يعمل العمليه دي هي هبه مراته، واللي رتب ده كله على حسب كلام مروه هي وفاء عامر. فلا يا وفاء عامر، انت عارفه كويس ان ابراهيم شيكا ما ماتش من سرطان المستقبل والقولون، مات عشان كان تجارة الأعضاء. بس الحكاية دي ما عدتش كده، هبة مرات شيكا طلعت بنفسها وردت وعملت لايفات وعيطت وقالت جوزي مات من مرضه ومحدش خد من جسمه حاجة، واللي عنده كلمة يقولها بدليل. وهبة راحت لأبعد من كده، طلبت بنفسها انهم يطلعوا جثة جوزها ويشرحوها عشان يثبتوا براءتها. يعني هنا كلمة ضد كلمة، إشاعة قديمة رجعت واسم اتحط قدام كاميرا، وواحدة أرملة بتقول افتحوا قبر جوزي لو عايزين تثبتوا حاجة. موقف مش سهل ولا هي حكاية بسيطة. حدوتة وفاء عامر ما خلصتش كده، بس مروة كانت مستعجلة، خدت الجمهور بسرعة على اسم جديد، ليلى الشبح، حكاية تانية عن موت مش طبيعي وقصة دينا مراجيح. مين ليلى الشبح؟ محدش عارف الحقيقة، بس هي واحدة مشهورة اليومين دول، بتطلع في لقاءات صحفية كتير وبتقول على نفسها منتجة ولابسة دهب كتير، لا كتير قوي الحقيقة. طب انتجت ايه ست ليلى؟ محدش عارف، بس في ناس بتقول انها أرملة تاجر سيارات كبير وده سبب غناها الفاحش، وناس تانية بتقول انها صاحبة علاقات تقيلة. مروة بقى قالت ان ليلى دي مش بس منتجة، ليلى دي مديرة اللعبة، وقالت انها ليها يد في موت بنت اسمها دينا مراجيح. دينا دي بنت بسيطة طلعت من فترة في لايفات تيك توك والناس كانت بتضحك عليها وعملت لها ترند فترة كده، وفي الآخر اختفت. دينا ماتت فجأة واتقال إن موتها قضاء وقدر، بس مروة رجعت الكلام وقالت لا، الموضوع ما كانش قضاء وقدر ولا حاجة، وإن دينا ماتت بعد ما أخدوا أعضائها، وإن ليلى الشبح كانت بتستخدمها بتلم شباب وبنات من التيك توك وناس فقراء مالهمش ظهر، وبعدها بتقفل عليهم الباب. اللي خلى القصة دي تنتشر أكتر إن دينا فعلا ماتت بشكل غامض، ناس بتقول حادثة وناس بتقول مرض وناس بتقول فين الورق وتقارير الوفاة. مفيش حد قدر يقفل الملف ومفيش حد كمان قدر يفتحه تاني إلا مروة. ليلى الشبح بقى ما سكتتش، طلعت في لقاءات صحفية من بتوعها وقالت كل كلمة قالتها مروة كده، وانا هرفع عليها قضايا، كعادتها مع اي حد بيجيب سيرتها وربنا يسترها علينا. مروة كانت بتقفل باب وتفتح باب، وكل اسم تحطه الجمهور يسأل فين الدليل، ومروة ترد وتقول الدليل معايا. والغريبة ان الجمهور مصدق وبيختلق القصص من غير ما يشوف اصلا الدليل، مين اللي معاها واداها المعلومات دي، ومين اللي سايبها تتكلم، وليه الناس بتصدق. لو في حد قالك ان في ست بتبيع فسيخ على التيك توك وبيجي لها ملايين، هتصدق؟ طب لو حد تاني قالك ان في واحده تانية بتطلع لايفات على التيك توك وكل اللي بتعمله شتايم والفاظ وبرده معاها ملايين، هتصدق؟ مروه قالت ما تصدقش. ام مكه وام ساجده اتنين من اشهر الستات اللي التيك توك شهرهم للاسف، لايفات شتايم اوقات، ضحك اوقات، وناس تبعت هدايا. بس مروه قالت ان الفلوس دي مش بس هدايا، قالت ان الستات دول جزء من نفس الشبكه اللي بتجمع الغلابه وتقلبهم ترند وتغطي عليهم عشان مفيش حد يشك ان وراهم لعبه تانية. يعني من الاخر دول جزء من واجهه غسيل الاموال للشبكه دي. التجار يبعتوا لهم هدايا بالملايين على التيك توك وهم يسحبوها ويدوها لهم بعد ما ياخدوا نسبتهم، وهنا الفلوس بقت نظيفه ومغسوله وبتبرق. وقالت ان دول اسمين غناهم زاد فجاه،
فطبيعي الناس تصدق. طب حد سأل نفسه ليه مكة فجأة بقت غنية كده؟ ليه مساجدة بقى فجأة معاها فلوس ما تتحسبش؟ ليه الاتنين نفس الوقت، نفس الترند، نفس اللايفات اللي محدش فاهمها وبتجيب فلوس كتير؟ بس كالعادة ما عرضتش حاجة واضحة، ولا ورق ولا اسم ولا حساب ولا رقم تحويل. الحقيقة الناس ما كانتش بتصدق كل كلمة قوي، بس القصة كانت مغرية، لأن اللي قدامهم فعلا ناس غناهم مش مفهوم، وده كفاية إنه يخلي أي حد يصدق نص الجملة ويكملها من عنده. مروة هنا كانت عاملة زي حد بيولع نار، وكل اسم كانت بتحطه كان بيزود النار دي زيادة. بس الحقيقة النار دي كلها اتطفت في ليلة واحدة، الليلة اللي الباب خبط فيها واللايف اتقفل فجأة والجمهور احتار، هل مروة اتقبض عليها ولا اتخطفت؟ بس بعدها بساعات كل حاجة بانت. مروة كانت قاعدة في لايف وبتتكلم وتقول إن لسه عندها فضايح كتير وبتجيب سيرة الناس كالعادة. فجأة الباب خبط وقالت للناس ثواني وقفلت المايك، وقبل ما حد يفهم اللي بيحصل حد غريب دخل الكادر من غير ما يبان وقفل اللايف. في اللحظة دي كل الناس سألت نفس السؤال، مروة راحت فين؟ اتقبض عليها ولا اتخطفت؟ السوشيال ميديا ولعت نظريات مؤامرة، تحليلات، ناس تقول دي فضيحة كبيرة وناس يقول خلاص خطفوها وهيموتوها. بس بعدها بكام ساعة الداخلية أعلنت التفاصيل، مروة اتقبض عليها فعلا. ليه؟ لأن كان معاها في الموبايلين بتوعها كل حاجة فعلا، تسجيلات وتحويلات مالية من بره وأرقام ناس، واتضح إن كل القصة دي شغل فرقعة. مروة بنفسها اعترفت إنها لفقت القصة، قالت إنها اخترعت كل حاجة عشان الريتش، عشان اللايفات تكبر والهدايا تكتر والفلوس تجري، وقالت إنها عارفة إن الناس بتصدق الفضايح أكتر من أي معلومة تانية. طب كل ده جميل، بس ليه أصلاً مروة قدرت تلف دماغ ملايين؟ وليه أي فضيحة بتكبر أسرع من أي حقيقة؟ الحقيقة إن في حاجة جوه أي بني آدم اسمها الفضول. الفضول ده أحياناً ما بيتبسطش بالمعلومة الصح، بيحب كده أجواء السسبنس. يعني لو حد قالك معلومة إن فلان عايش حياته عادي مش هتشاركها، لكن لو حد قالك إن فلان وراه شبكة وبيبيع أعضاء، هنا الناس تتلم. العلم بيقول إن الناس بتحب القصص اللي فيها شوية حقيقة وشوية كده، بتسميها نظرية النص حقيقة، يعني نص معلومة تربطك بيها والنص التاني خيالك يكمله. وده بيحصل طول الوقت، إشاعة عن نجم كبير، إشاعة عن طلاق، إشاعة عن موت حد، وكلها بتلف بسرعة لأننا بندوس شير بسرعة جدا. بنحب نحس إننا مسكنا سر، إننا عرفنا حاجة قبل غيرنا. مروة ما اخترعتش حاجة جديدة على فكرة، هي بس عرفت مفتاح الجمهور، فتحت باب الفضايح والناس دخلت برجليها، وفضلنا نشارك ونحلل ونركب الترند. يمكن الحكاية خلصت جوه النيابة، بس لسه اللايكات والكومنتات والشير هتفضل عايشة معانا شوية حلوين، وهيطلع شوية من بتوع نظرية المؤامرة يقولولك ما قبضوا عليها عشان معاها السر كله، عايزين يداروا على الفضايح. عادي، ده دايما بيظهر في أي إشاعة. بس خلي بالك مش مروة بس اللي بتكسب من كده، احنا كمان بنحب نغذي الخيال ده كل يوم. يمكن مروة اتحبست، بس الحكاية مش هنا، الحكاية هي احنا. كل مرة نصدق إشاعة احنا اللي كاتبينها بإيدينا، كل لايك، كل شير، كل كومنت مليان حماس من غير ما نفكر، بيكبر القصة ويصغر عقلنا. والحكاية دي خلصت، بس لسه قصص الفضايح هتفضل تيجي قدامنا كل يوم. السؤال الوحيد، هتشاركها ولا هتفكر قبل ما تدوس شير؟ ودي كانت قصتنا النهاردة وما فيهاش اكتر من كده. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تتابع كل جديد، عشان لسه اللي جاي اخطر بكتير. اشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.